السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نعتمر كما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما نبدأ الحديث عن العمرة وتفاصيل العمرة لازم ان احنا نتهيأ ونتجهز للعمرة بعدة أشياء. ايه هي؟ حاجات مهمة جدا. رقم واحد، استحضار النية الخالصة لله. كل واحد يسأل نفسه، أنا طالع أعتمر ليه؟ أنا طالع أعتمر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. بل لابد أن أنا أستحضر النية الصالحة. مش طالع أعتمر عشان الشهرة والرياء والسمعة وأنزل صوري على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا إلى غير ذلك، لا، طالع ابتغاء مرضات الله. يبقى نبعد بقى عن التصوير ونبعد عن الحاجات ديت وننشغل بالله سبحانه وتعالى، وندعو ونستغفر ونقرأ القرآن ونكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن المولى عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النساء بإسناد حسن: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما هروح هناك بقى ومشغول بالتصوير وابقى بطوف حوالين الكعبة وأنا ماسك الموبايل بث مباشر أو عمال بصور عشان أوري أصحابي، هذا مدعاة للرياء ومدخل من مداخل الشيطان قد يكون سببا في إحباط العمل. والواحد رايح متكلف ودافع دم قلبه علشان يروح يعتمر ابتغاء مرضات الله، فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أضيع كل ده بشوية صور ملهاش لازمة. يبقى أول حاجة استحضار النية الخالصة لله. رقم 2، نتحلل من المظالم. في حد عليه مظالم قبل ما يسافر للعمرة أو الحج لابد أن يتحلل من المظالم. لو اغتبت 1 أو 2 أو 10 أو حتى مش فاكر أنا اغتبت كم واحد، أو اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته وارحمني وارحم كل من اغتبته، اللهم وسع أرزاقهم وفرج كروبهم وهمومهم، وافضل أدعي لهم. يعني وتكون دي إن شاء الله كفارة للغيبة. ومش بنستسهل، مش معنى كده إن الواحد يغتاب ويقعد يدعي لهم، لا، أنا بقول هذا كمخرج لمن وقع في الغيبة. وإنما الأصل إن احنا نتجنب الغيبة لأنها من أسباب عذاب القبر كما ذكرنا قبل ذلك. طيب لو نميمة بقى وقع بين 2، لا، يروح يصلح ما بينهم. طب لو مكسوف يبعت لهم رسائل، مفيش مشكلة، يبعت رسالة من خلال الموبايل ويوضح لدوت إنه والله لا، فلان ما قالش عليك، ده أنا اللي قلت لك كده من عندي، وفلان ما قالش عليك، ده أنا اللي قلت من عندي، وسامحوني انتوا الاتنين، ويصلح بينهما. طب لو كل فلوس من حد يرد لهم الفلوس. طب معوش فلوس، الله، امال هو طالع عمره ازاي؟ واضح كده؟ يبقى حتى يروح يدفع له جزء من الفلوس، تمام، ويقول له والباقي ان شاء الله سامحني، ان شاء الله الباقي ادفعه لك على شكل اقساط في اقرب وقت، بس بالله عليك تسامحني. فيسامحه. يبقى اذا نتحلل من المظالم. رقم 3، نسيان الخصومات. لو مخاصمين حد نتصالح بقى ونتصافى. قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولم يحدد الأجر لأن أجر العفو أجر لا يخطر على قلب بشر. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا، يعني أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. طيب لو كانوا هم اللي غلطانين في حقنا يا شيخ محمود، معلش، يعني وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طب لو كانوا ناس وحشين أصلا وناس لما بنقرب منهم بيبعدونا عن ربنا، خلاص نكتفي فقط بالصلح ونتواصل معهم ولو بالرسائل على سبيل ان احنا نذكرهم بالله ونعيد عليهم في المناسبات وما نحتكش بيهم خالص. واضح كده؟ المهم في النهاية ما يكونش فيه قطيعة رحم ولا فيه خصومات بيننا وبين المسلمين. رقم 4، ان احنا لما نسافر للعمرة او الحج لابد ان نسافر بمال حلال، بالمال الحلال، ما نروحش بمال حرام، عافانا الله وإياكم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم
ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء وهو أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، لكن عنده مشكلة. قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعني لو واحد بياكل حرام وطالع يعتمر أو يحج، كيف يستجيب الله دعاءه وهو أصلا بياكل من حرام؟ عافانا الله وإياكم. إذن فلا بد أن يسافر المسلم بمال حلال. رقم 5: نتعلم كيف نعتمر قبل ما نسافر، مش بعد ما نرجع. إن بعض الناس يروح العمرة أو يروح الحج دون أن يتعلم فقه العمرة أو فقه الحج، وبعد ما يروح ويخطئ أخطاء جسيمة جدا، تمام، يرجع ويحكي بقى والله أنا عملت كذا وسويت كذا. لا، الأصل إن احنا نتعلم قبل أن نذهب إلى العمرة أو إلى الحج. حتى لو اقتضى الأمر إن حضرتك تجيب شيخ أو حضرتك تجيب أخت من أهل العلم يعلمك أو دي تعلمك، تمام، إزاي تعتمري أو إزاي تحجي، تمام، كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. فنتعلم هذا قبل أن نسافر. رقم 6: نتعرف ونتعلم فضائل العمرة. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. يعني لو واحد عمل عمرة وعنده 20 سنة وعمل عمرة تانية وعنده 50 سنة، تتغفر ذنوب 30 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الحديث الذي رواه البزار بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. تعالوا بقى نشوف كيف نعتمر كما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لازم نعرف في الأول إن أركان العمرة 3 حاجات، اللي هم الإحرام والطواف والسعي. كلمة الإحرام مش المقصود بها إن إحنا نلبس ملابس الإحرام، لكن المقصود بها هو نية الدخول في النسك مقرونا بأعمال العمرة أو الحج. يعني أنا لبست الإحرام من البيت، أنا كده لسه ما ببقاش محرم، إنما الإحرام يبدأ من إن أنا أكون لو كنت راكب في الطيارة أكون بمحاذاة الميقات وقلت لبيك اللهم عمرة، هو ده الإحرام. دخلت إيه اللي هو نية الدخول في النسك. أو كنت راكب سيارة رحت الميقات فأحرمت من الميقات. واضح كده؟ يبقى المقصود هنا بالإحرام هو نية الدخول في النسك. طيب، وواجبات العمرة كم حاجة؟ هم حاجتين: إن يكون الإحرام من الميقات أو بمحاذاة الميقات، والحاجة التانية هي الحلق أو التقصير بعد ما خلص العمرة. تعالوا بقى نشرح العمرة. قلنا قبل كده ان احنا بنستحضر النية الخالصة ابتغاء مرضات الله، بنتطهر في البيت اعزكم الله بنتف الابط وتقليم الاظافر وحلق العانة ونحو ذلك من يعني اسباب النظافة بفضل الله، ونستحضر التوبة الصادقة لله سبحانه وتعالى من كل الذنوب والخطايا، ونكثر من الاستغفار حتى تغفر كل الذنوب ما عدا المظالم. قلنا لابد من التحلل من المظالم وشرحنا كيف نتحلل منها، لأن الذنوب إذا غفرت، خدوا بالكم لابد أن نستحضر التوبة ونكثر من الاستغفار، لأن الذنوب إذا غفرت بفضل الله جاء التوفيق والقبول من عند الله. طيب، الرجل هيعمل إيه؟ الرجل بيجهز إزار ورداء، الإزار اللي بيتلبس من تحت والرداء اللي بيتلبس من فوق، ويجهز معاه نعل. النعل يجوز أن يكون مخيطا بس بشرط ما يكونش على هيئة حذاء، يعني يكون أعزكم الله شبشب، لكن يجوز أن يكون مخيطا. والممنوع من المخيط هو المخيط المحيط بأعضاء الجسد. واضح كده؟ فيجوز أن الساعة تكون مخيطة، ويجوز ان الحزام يكون مخيط، ويجوز ان الشبشب يكون مخيط بس ما يكونش حذاء. واضح كده؟ اما الرداء والازار فلا يجوز ان يكون مخيطا زي الثوب او الطاقية او غير ذلك. طب والمرأة تلبس ايه؟ المرأة تلبس اي لبس محتشم، تلبس عباية، تلبس الملابس اللي بتلبسها العادية، لكن ما تكونش ألوان زاهية، يعني يكون ملابس بتتوفر فيها شروط الحجاب. فالمرأة ليس لها زي معين في العمرة أو في الحج،
تلبس الملابس العادية، ولا يشترط أن يكون الثوب أبيض ولا أزرق ولا أسود ولا كذا، المهم يكون لبس محتشم وتكون لابسة لبس يطلق عليه لفظ الحجاب، لكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، بتخلع القفازين وتحط إيديها تحت الخمار ولا تلبس النقاب، لكن بتسدل على وجهها حاجة زي البيشة كده تكون بعيدة عن الوجه حتى تستطيع أن تعتمر بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب الرجل بقى إذا اغتسل في البيت، لو هيغتسل في البيت، لو كان رايح بقى هيركب طيارة فهيغتسل من البيت ويلبس الإحرام، أو يغتسل في المطار ويلبس الإحرام، المهم قبل ما يطلع الطيارة، واضح كده؟ أو إذا كان مسافر بري بيغتسل ويلبس إحرامه في الميقات. لما يغتسل يجوز له أن يضع العطر على الجسد وليس على الإحرام، يعني يحط العطر على الجسد وليس على ملابس الإحرام. أما المرأة فلا تضع عطرا أبدا سواء كانت محرمة أو غير محرمة ما دامت أنها خارج البيت. لو خرجنا بقى من البيت متجهين إلى جدة ثم إلى مكة من أجل العمرة، قلنا حبايبي هنعمل إيه وإحنا في البيت؟ المرأة بتغتسل والرجل بيغتسل، تمام كده، هو يلبس الإزار والرداء وهي تلبس ملابس الحجاب، لكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ممكن تسدل بيشة كده على وشها لو كانت منتقبة ولا تلبس النقاب. طيب خلاص رحنا المطار، طبعا هو ممكن يغتسل ويلبس الإحرام إما في البيت أو في حمامات المطار، لكن في الطيارة هيبقى صعب جدا لأن حمامات الطيارة بتبقى ضيقة جدا. بنفضل بقى راكبين في الطيارة، أول ما الطيار يقول نحن الآن بمحاذاة الميقات، الكلام ده لو كنا رايحين على جدة ثم إلى مكة، لما يقول نحن الآن بمحاذاة الميقات على طول بنبدأ نلبي لبيك اللهم عمرة. طب لو كنت هعتمر عن حد تاني مش عن نفسي، أقول لبيك اللهم عمرة عن فلان، واضح كده؟ طيب ونفضل بقى نلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته، أما المرأة فتسمع نفسها فقط بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب لو مش رايحين على جدة ولكن رايحين الأول على المدينة المنورة، ثم بعد ذلك بعد أيام هنرجع نروح على مكة علشان نعتمر، يبقى مفيش داعي إن احنا لا نلبس ملابس الإحرام من بيتنا ولا من الطيارة ولا من المطار، إنما هنروح على المدينة عادي خالص. وأول ما نخلص الكام يوم اللي هنقعدهم في المدينة ورايحين بعد كده علشان نعتمر، يبقى اللي هيحصل إن احنا هنغتسل في الفندق من مكاننا، والرجل يلبس الإزار والرداء، تمام كده، والمرأة تلبس ملابس الحجاب دون النقاب والقفازين، تلبس بدل النقاب تسدل على وجهها بيشة، من خلال تلبس مثلا طاقية وعليها بيشة إلى غير ذلك، وهم عارفين الحمد لله بيعملوها إزاي. تمام. احنا راجعين بقى من المدينة على مكة، حاجة من الاتنين، يا اما راجعين بري يا اما راجعين بالطيارة. لو راجعين بري هنعدي على الميقات بتاع اهل المدينة اللي هو ابيار علي. لما نوصل ابيار علي هنحرم ازاي؟ حاجة من الثلاثة، يا إما هيكون الوقت ده وقت صلاة فريضة نخش نصلي معهم الفريضة ثم نحرم بعد ذلك. طيب لو ما كانش وقت فريضة ووقت صلاة ضحى نصلي الضحى ثم نحرم بعد ذلك. طيب لو ما كانش لا وقت صلاة فريضة ولا وقت صلاة ضحى نعمل إيه؟ نصلي ركعتين سنة الوضوء. ركعتين اسمهم ايه؟ سنة الوضوء، لان ما فيش حاجة اسمها سنة الاحرام، انما سنة الوضوء. بعد ما نصلي ركعتين سنة الوضوء نطلع على الباص ونبتدي نلبي لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم عمرة عن فلان. طب لو انا خايف بقى او انت خايفة ان يحصل لك ظروف ما تقدريش تكملي العمرة، فتعملي ايه؟ يبقى نشترط في الوقت ده بفضل الله سبحانه وتعالى، فنقول لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ايه الفايدة بقى من الاشتراط؟ الفايدة من الاشتراط ان انا لو ما قدرتش اكمل مناسك العمرة احل احرامي ولا شيء علي، لكن لو لم اشترط ولم اكمل العمرة ففي الوقت دوت لابد ان انحر هديا، يعني اذبح ذبيحة.
المهم بقى بعد ما حضرتك أو حضرتك تقولوا لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نبدأ بقى نكتر من التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزي ما قلنا الرجال يرفعون أصواتهم والمرأة يدوب تسمع نفسها بفضل الله سبحانه وتعالى. ونظل نلبي قدر الاستطاعة، نلبي شوية، نذكر ربنا شوية، نقرأ قرآن شوية، نرجع نلبي مرة تانية شوية، ونتذكر فضل التلبية الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر أو شجر أو مضر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. بل وعند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، إن هم يرفعوا صوتهم، أما النساء فلا يسمعون إلا أنفسهم. واستمتعوا بقى بمعنى التلبية. إيه معنى لبيك اللهم لبيك؟ معناها إخلاصي لك، معناها اتجاهي وقصدي إليك، معناها محبتي لك، معناها إجابة بعد إجابة، معناها أنا مقيم على طاعتك، معناها أنا جاي لك بحب، معناها معاني عظيمة جدا بفضل الله. ونفضل نلبي حتى نصل إلى الحرم. لما نصل إلى مكة من السنة هنا بقى إن إحنا لو كنا طبعا أكيد كلنا نازلين في فنادق، من السنة عند دخول مكة أن نغتسل مرة أخرى قبل أن نبدأ الطواف والسعي. نعم من السنة، لكنها سنة مستحبة، إن استطعنا أن نفعلها فعلناها، وإن لم نستطع فلا حرج أن ندخل على الحرم مباشرة. دخلنا على الحرم، شاع بين كثير من الناس أن سنة دخول الحرم هي الطواف، هي سنة دخول الحرم الطواف لمن أراد العمرة. إنما لو أنا داخل الحرم مش عايز عمرة، يعني داخل أصلي، فعمر ما تكون السنة هي الطواف، وإنما السنة زي سنة أي مسجد. فلو أنا بقى وصلت مكة وداخل على الحرم مباشرة، أنا بين 3 حاجات: لو كان وقت فريضة تمام أدخل أصلي معهم الفريضة ثم أبدأ الطواف. طيب لو كان باقي على الفريضة، يعني لو دخلت لقيتهم بيصلوا خلاص أقاموا الصلاة بصلي معاهم، لا دخلت لقيت باقي على الإقامة 3-4 دقايق، أخش أصلي ركعتين تحية المسجد تمام، او سنة الفريضة اللي هنصليها ديت ونصلي معاهم الفريضة ثم نطوف بعد ذلك. طب ما كانش وقت فريضة خالص، نعمل ايه؟ ندخل مباشرة على الطواف بغير صلاة ولا تحية مسجد. قلت لحضراتكم يا حبايبي ان مشهور عند كثير من الناس ان تحية المسجد الحرام هي الطواف حول الكعبة. هو تحية المسجد الحرام هي الطواف حول الكعبة في حالة واحدة بس، لمن اراد ان يعتمر، بمعنى انه بمجرد ما بيخش المسجد الحرام وهو داخل بيخش مباشرة على الطواف، فطوافه حول الكعبة يغني عن ركعتين تحية المسجد. اما لو واحد بقى مش بيعتمر، واحد داخل يصلي صلاة فريضة او داخل يحضر درس علم، فهنا تحية المسجد الحرام زي أي مسجد في الدنيا، ركعتين نصليهم ونجلس، إما ننتظر الفريضة أو ننتظر درس العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هنبدأ بقى الطواف. نبدأ الطواف إزاي؟ أول حاجة بيعملها الرجل لا تعملها المرأة. بيعمل إيه؟ بيقوم كاشف الكتف الأيمن، يضع الرداء تحت تحت إبطه الأيمن، دي بيسموها الاطباع. يبقى مغطي الكتف الأيسر ومعري الكتف الأيمن، بيبقى حاطط الرداء بيحط الرداء تحت الباط، تحت إبط الكتف الأيمن، ثم يتقدم نحو الكعبة ويبدأ الطواف من الحجر الأسود، يكون الكعبة عن يسارنا. يبقى هنا في حاجتين بيعملهم الرجل: رقم 1 الاطباع، وهو تغطية الكتف الأيسر وتعرية أو كشف الكتف الأيمن، ويخلي الرداء تحت الإبط. الحاجة التانية، وطبعا الاطباع ده بيكون في ال7 أشواط، في الأشواط ال7 كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب الحاجة التانية
حاجة اسمها الرمل. الرمل يعني حاجة كده ما بين المشي وما بين الجري، يعني مشي سريع كده بيكون في 3 أشواط فقط إن استطاع، ودي خاصة برضو بالرجل وليس على المرأة، لا الطباع ولا رمل، لا ترمل في المشي في السعي حول الكعبة ولا تطبع، لأن المرأة الأصل فيها هو الستر بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو بدأنا بقى بالطواف ننشغل بقى بالدعاء والذكر والاستغفار وقراءة القرآن، وبلاش بالله عليكم بلاش الكتب اللي مكتوب فيها بدعة دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط السابع، كل دي بدع ما أنزل الله بها من سلطان. النبي لم يحدد أي دعاء أصلا حول الكعبة إلا دعاء واحد هذكره لكم حالا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية ان كل يناجي ربه، ما يجيش واحد ربنا مديله صوت ما شاء الله عامل زي السرينة ويفضل يدعي والناس وراه تصرخ وراه اللهم اللهم اغفر وارحم اغفر وارحم، والناس في الطواف ودول يصرخوا ودول يصرخوا ولا حد عارف يركز في دعاء. كل واحد يناجي ربه بينه وبين ربه، إن الله سميع قريب سبحانه وتعالى. فندعو ونخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى، وندعو لنا وللمسلمين، والملك يقول آمين ولك بمثل أو آمين ولك بمثل. ويا حبذا بقى واحنا داخلين وندعو يا رب تقبل من كل معتمر عمرته، فالملك يقول آمين ولك بمثل أو آمين ولك بمثل. وندعو ان ربنا يفرج هموم المسلمين وينصر المسلمين ويفرج هم المسلمين ويوسع ارزاق المسلمين ويشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين. نكتر من الدعاء لنا وللمسلمين، ولا ننشغل الا بالذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن في الطواف حول الكعبة. لا ننشغل بقى بالموبايل والبث المباشر والصور التذكارية إلى غير ذلك، بلاش، لأن ده مدعاة للرياء ومدعاة للانشغال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مفيش ذكر معين حول الكعبة إلا في موضع واحد، وهو فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود. طبعا احنا لما نبدأ الطواف الأصل إن احنا إما أن نستطيع أن نلمس الحجر الأسود تمام، فإن استطعنا فبها ونعمة عين، إن لم نستطع وده في الغالب من شدة الزحام فنشير إليه ونقول بسم الله الله أكبر ونبدأ الطواف حول الكعبة بفضل الله. الذكر الوحيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم، وهو الدعاء ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بتطوف حوالين الكعبة وانت بتطوفي حوالين الكعبة تذكروا أن الملائكة تطوف مثلكم تماما، ولكنها تطوف بالبيت المعمور في السماء السابعة. وكما قال بعض أهل العلم أن في كل سماء بيت معمور. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. ما شاء الله، البيت المعمور في السماء السبعة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج رأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وكانت المناسبة أنه هو الذي رفع قواعد الكعبة الأرضية، فناسب أن يكون مستندا ظهره أو مسندا ظهره إلى الكعبة السماوية بفضل الله. وأيضا وانتم بتطوفوا تذكروا أن النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم طافوا في نفس المكان ومشوا في نفس المكان، وتذكروا فضل الطواف بالكعبة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 7 وصلى 2 كان كعتق رقبة، كأننا أعتقنا عبدا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وعند أحمد بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات أي في الجنة. فأنا نصيحتي لحضراتكم حاجتين لما تخشوا الحرم. رقم 1
ادعوا لكل المعتمرين أن يتقبل الله منهم عمرتهم، فيقول الملك آمين ولك بمثل. الحاجة الثانية، ادعوا هذا الدعاء: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت، علشان ربنا يردنا مرة أخرى إلى البيت حتى نعتمر ونحج ويتابع لنا بين الحج والعمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا لما نبدأ قلنا يبقى الكعبة عن يسارنا وبنطوف حوالين الكعبة، نشير للحجر الأسود بسم الله الله أكبر، ثم بعد ما ننهي الشوط ونصل إلى الحجر الأسود برضو نشير مرة تانية ونبدأ الشوط مرة تانية بسم الله الله أكبر، ونبدأ الشوط الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى. أما بقى الركن اليماني، فإن استطعنا أن الركن اليماني هو قبل الحجر الأسود مباشرة، الركن اليماني إن استطعنا أن نستلمه يعني نلمسه نفعل، وإن لم نستطع فلا نرفع أيدينا ولا نقول أي شيء ولا نشير إليه. في كل شوط هنقول زي ما ذكرت لحضراتكم، هنقول ما بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب خلصت بقى السبع أشواط، أعمل إيه؟ هنا الرجل كان عامل إيه؟ كان عامل الطباع اللي هو كاشف كتفه الأيمن، هنا يعمل إيه؟ يوم معدل الإحرام ويغطي الكتف الأيسر والأيمن. تمام كده؟ خلاص كده انتهى الطباع بالأشواط السبعة. ثم بعد ذلك نروح نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. طب وراه زحمة، نرجع ورا شوية. طب الدور الأرض زحمة، نطلع الدور الثاني. المهم نصلي في أي مكان في الحرم ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم. في الركعة الأولى نقرأ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. وبعدين نشرب من مية زمزم ونستحضر كل النوايا والأمنيات، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. يعني أشرب مية زمزم بنية إن ربنا يتقبل من كل معتمر عمرته، بنية إن ربنا يفرج هموم المسلمين، بنية إن ربنا ينصر المسلمين، بنية إن ربنا يشفي كل مرضى المسلمين، بنية إن ربنا يوسع أرزاق المسلمين، بنية إن ربنا يدخلنا الجنة ويجمعنا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. المهم إن احنا نشرب مية زمزم بهذه النوايا الطيبة. احنا حبايبي الحمد لله خلصنا الطواف حوالين الكعبة 7 أشواط، ورحنا صلينا ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم، وشربنا مية زمزم الحمد لله رب العالمين. ايه اللي يحصل بعد كده؟ نتوجه إلى الصفا من أجل السعي بين الصفا والمروة. واحنا رايحين وداخلين على الصفا، أول ما نوصل عند الصفا هنقرأ قول المولى عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم أقول: أبدأ بما بدأ الله به. ثم نقف على الصفا ونتوجه تجاه الكعبة ونرفع أيدينا من أجل الدعاء ونقول هذا الذكر. نقول الذكر اللي هقوله ده 3 مرات وندعو بين هذا الذكر مرتين. يعني نقول الذكر ده ثم ندعو ثم نقول هذا الذكر ثم ندعو ثم نقول الذكر ثم ننزل إلى المسعى. هنقول إيه بقى في الذكر ده؟ هنقول لا إله إلا الله. لو حبيت تكتبوا ورايا هنقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ندعو دعاء طويلا، ثم نعيد الذكر مرة تانية، وبعد ما نعيده مرة تانية ندعو دعاء طويلا، ثم نعيد هذا الذكر مرة ثالثة ولا ندعو بعده، وننزل مباشرة للسعي بين الصفا والمروة. ما فيش أي ذكر معين ولا في أي دعاء معين، ندعو باللي في قلوبنا، ندعو الله وننشغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا نازلين بقى بنسعى من الصفا إلى المروة. خدوا بالكم بقى عشان في ناس بتغلط، في ناس بيتعبوا نفسهم بيحسبوا من الصفا والمروة رايح جاي شوط. لا، ده من الصفا إلى المروة أدي شوط، ومن المروة إلى الصفا أدي الشوط الثاني، ومن الصفا إلى المروة أدي الثالث،
ومن المروة إلى الصفا أدي الرابع، وهكذا. إذا فبنبدأ الأشواط السبعة بنبدأها من الصفا وننتهي عند المروة. واضح كده؟ طيب، وإحنا نازلين بقى بنسعى بين الصفا والمروة، هنلاقي كده في ضوء أخضر، تمام، ما بين يعني زي حاجة كان الأول علامين خضر، دلوقتي بقى نور أخضر كده إيه في الطريق. في الضوء الأخضر ده، عند العلم الأخضر ده أو عند الضوء الأخضر يجري الرجل ولا تجري المرأة. يجري الرجل جريا سريعا من أول الضوء الأخضر لحد نهاية الضوء الأخضر، وبقية المسعى يمشي عادي. طب مش قادر أجري يا شيخ محمود، تعبان، مفيش أي شيء، هي سنة مستحبة، من فعلها فالحمد لله، ومن لم يستطع فلا شيء عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. طول ما احنا في السعي مش هنقعد بقى نحكي ونتكلم وندردش ونتصور، لا، اشغلوا نفسكم بالدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى. فإن وصلت إلى المروة أو إن وصلت إلى المروة نفعل على المروة كما فعلنا على الصفا، نقول الذكر ده 3 مرات وندعو بين هذا الذكر، نقول الذكر مرة وبعدين ندعو، وبعدين نقوله مرة تانية وبعدين ندعو، بعدين نقوله مرة ثالثة ولا ندعو، ثم ننزل ونسعى من المروة إلى الصفا. وقلنا الذكر هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ندعو ونكرره، ثم ندعو ونكرره المرة الثالثة ولا ندعو بعدها بفضل الله سبحانه وتعالى. خلاص بدأنا من الصفا ورحنا للمروة ورجعنا من المروة إلى الصفا، وإحنا راجعين برضو من المروة للصفا هيقابلنا الضوء الأخضر. الرجال يجرون من أول الضوء الأخضر لآخر الضوء الأخضر، والنساء لا يجرين أبدا، تمام. الرجل مش قادر يجري، ما فيش أي شيء عليه بالمرة، يبقى الجري في الضوء الأخضر ده في الذهاب وفي الإياب، ليس في الذهاب فقط ولكن في ال7 أشواط لمن يستطيع، ومن لم يستطع فلا شيء عليه. خلاص بدأنا من الصفا وانتهت الأشواط ال7 في المروة، كده انتهت العمرة وبقي التحلل. هنتحلل إزاي؟ الرجل إما أن يحلق شعره كله، تمام، وإما أن يقصر شعره كله. المرأة بتجمع، تروح الفندق بقى وتجمع كل شعرها كده في خصلة وتقوم ايه قصة منه بقدر أنملة، بقدر عقلة صباع كده، تبقى تحللت وتغتسل وتلبس ملابسها بفضل الله سبحانه وتعالى. والرجل يحلق شعره كله أو يقص شعره كله، يا إما حلق يا إما التقصير. لكن بعض الناس، وبنشوف المشهد ده وبنتأذى جدا من هذا المشهد، تلاقي ناس واقفين لك بمقصات عند المروة، يقول لك ها تتحلل، عايز حد يحلق، تمام، يقوم واخد لك شعرتين من هنا وحتتين من هنا وحتة من الزعرورة وحتة من المنقار، ويقوم ايه يقول لك كده تحللت. كده لم تتحلل، لأن التحلل يكون بإما قص الشعر كله، حلق الشعر كله، تمام، واما بتقصير الشعر كله. انما اخذ شعرايه من هنا وشعرايه من هنا وشعرايه من هنا لا يجزئ في التحلل ابدا. فاحرصوا يا حبايبي على عمرتكم، انت مش راح تدفع 50,000 جنيه عشان تعتمر غلط. فاللي بيعملوه ده، اللي بيعملوه ده اسمه يعني خطأ شديد جدا في التحلل، لا يعني لا يصح ابدا في العمرة. يبقى اذا نحلق او نقصر وما ناخدش جزء بسيط كده، انما ناخد من الشعر كله بفضل الله. ثم تغتسل وتلبس ملابسك، ثم بعد ذلك بقى خلاص هتقعد قد ايه في مكة؟ مثلا 10 ايام او اسبوع. فرغ عمرك كله بقى للعبادة في الحرم، فرصة عمرك وفرصة عمرك. لان كل صلاة في المسجد الحرام بقد ايه؟ اوعى تقول لي ب100,000 ابدا، والله باكتر من 100,000 صلاة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح: صلاة في المسجد الحرام افضل، ما قالش بيه، ما قالش ب100,000، قال افضل من 100,000 صلاة فيما سواه. لو اراد النبي ان يقول ان الصلاة في الحرم ب100,000 لقال انها ب100,000، انما قال افضل من 100,000 صلاة فيما سواه. تخيلوا حضراتكم لما تصلوا الصلاة الخمس وتتنفلوا على قد ما تقدروا، واسمعوا نصيحتي، ما تطولوش في الصلاة. الصلاة اللي بتتنفلوا بها في الحرم خلوها صلاة بسيطة، مثلا بالفاتحة وسورة قصيرة، وبعدين في الركعة الثانية بالفاتحة وسورة قصيرة، عشان تعد معاكم أكبر عدد من الصلوات. فكل صلاة بأكتر من 100,000 صلاة فيما سواه. يا حبايبي عندنا وقفة مهمة جدا خاصة بالنساء.
كتير من النساء الله يحفظهم ويبارك فيهم بتكون مثلا دافعة 50,000 جنيه ورايحة عشان تعتمر، وبمجرد ما تبدأ الطواف حوالين الكعبة يأتيها الحيض. طبعا بتحزن حزن شديد. فأنا بقول لحضرتك إن شاء الله في تلك الكلمات التي تسمعيها إن شاء الله لا حزن بعد اليوم، هناك فرج ومخرج في هذه المسألة بفضل الله. في البداية عايز أقول إن بعض أهل العلم أجاز للمرأة المسلمة أن تتناول حبوبا تمنع الحيض أثناء العمرة أو أثناء الحج، بس بشرط ألا يكون فيها أي ضرر على صحة تلك المرأة، لأنه لا ضرر ولا ضرار. يبقى يجوز ليكي قبل ما تروح العمرة أو قبل ما تروح الحج تعدي على الصيدلية تجيبي حبوب تستخدميها لمنع الدورة الشهرية عشان تقدري تستمتعي بالمناسك دون خوف أو قلق. أدي أول حاجة. طيب ما استعملتش الحبوب ديت أو ما جابتهاش من أصله، تمام كده، وراحت سافرت للعمرة أو للحج، وبعدين جاءها الحيض في الطواف حول الكعبة. إيه اللي يحصل هنا؟ اللي يحصل هنا حاجة من الاتنين. إما أن يكون عندها وقت متسع من الوقت، يعني الرحلة بتاعتها الحمد لله هتقعد في مكة حوالي 10 أيام 12 يوم 15 يوم، في الوقت دوت تخرج من الطواف إذا جاءها الحيض وتروح الفندق وتنتظر لحد ما تطهر بفضل الله. وفي الفترة دي كلها ال7 أيام مثلا إذا كان وقت الحيض عندها 7 أيام، في ال7 أيام ديت لا تغفل أبدا عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وعن الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قد ما تقدر تكتر. ويجوز لها قراءة القرآن، نعم يجوز قراءة القرآن من المصحف بحائل أو من الهاتف مباشرة بغير حائل. يبقى إذن استغلي بقى واستثمري هذا الوقت في الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن. طيب الحمد لله عدت 7 أيام وتطهرت من الحيض، تغتسلي وتروحي تؤدي مناسك العمرة كاملة وتطوفي وتسعي بين الصفا والمروة وتقص تتحللي بقص قدر أنملة من شعرك كله بفضل الله سبحانه وتعالى، وكده تمت عمرتك. طيب كان بقى ما فيش متسع من الوقت، جاءها الحيض في الطواف وهي ماشية بعد يومين أو بعد 3 أيام، يعني طلع عمره 3-4 أيام وهتمشي بعد يومين أو 3 وتكون لم تطهر من الحيض. هنا في الوقت دوت لو كانت رحلة العودة قريبة جدا ولن تكون طهرت من الحيض، فأجاز لها بعض أهل العلم قالوا يجوز لها أن تكمل الطواف وهي حائض. خدوا بالكم، وطوافها مجزئ وصحيح. ليه بقى؟ قالوا لأن اشتراط الأئمة طهارة المرأة من الحدث الأكبر في طوافها إنما هو في حال القدرة والسعة وليس في حال الضرورة والعجز. وهي تكلفت أموالا كثيرة، دفعت فلوس كثيرة جدا، وجاءت من سفر بعيد وقد لا يتكرر، يعني ممكن تكون مش هتقدر تيجي مرة تانية. دفعت 50,000 جنيه وربنا وحده اللي يعلم هي جابت الفلوس دي ازاي، وممكن ما تقدرش تجمعها وتيجي مرة تانية. فدي فرصة عمرها انها تعتمر، وممكن تكون دي اول واخر عمرة هتعتمرها في حياتها. كل انسان له ظروفه. ففي الوقت دوت يجوز لها ان تطوف وهي حائض اذا كانت مرتبطة بموعد رحلة العودة بعد يومين او 3 قبل ان تطهر. وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. واضح كده حبايبي؟ يبقى المرأة لو جالها الحيض أثناء الطواف لو كان في وقت متسع بتخرج من الطواف وتقعد في الفندق لحد ما تطهر، تمام، ثم تغتسل وتنزل تطوف وتسعى وتقصر جزء من شعرها بقدر أنملة. إنما لو ما كانش في وقت تكمل طوافها وهي حائض ولا شيء عليها وطوافها مجزئ. أما السعي فلا يشترط فيه الطهارة أصلا، فيجوز لها أن تسعى وهي حائض لأن السعي لا يشترط له الطهارة. طيب كده حبايبي بقى انتهينا الحمد لله من شرح العمرة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب من عجز بقى عن الذهاب إلى العمرة يعمل إيه؟ في ناس كتيرة جدا محرومة. الله عز وجل جعل لهم من الأعمال الصالحة ما يقوم مقام العمرة عند العجز عنها بفضل الله سبحانه وتعالى. 6 حاجات يا حبايبي بفضل الله سبحانه وتعالى لمن عجز عن أنه هو يذهب إلى العمرة، معهوش فلوس، ما عندوش قدرة أنه يذهب إلى العمرة، ربنا جعل له بديلا
في 6 حاجات بفضل الله سبحانه وتعالى تقوم مقام العمرة عند العجز عنها بفضل الله. رقم 1 النية الصادقة لأداء العمرة، إن أنا يكون عندي نية صادقة. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي غزوة تبوك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، يقول لأصحابه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. دول مين دول يا حبايبي؟ دول اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: احنا ما عندناش لا سلاح ولا دابة، فعايزينك تزودنا بدابة وسلاح. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجعوا هم بيبكوا حزنا، لأن هم كانوا عايزين يجاهدوا في سبيل الله، فعلم الله صدق قلوبهم، فقال النبي تلك الكلمات بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الناس دولت خدوا نفس أجر المجاهدين في سبيل الله. رقم 2 المشي إلى صلاة مكتوبة وكذلك إلى صلاة التطوع، هذا يكون للرجل. أما المرأة تأخذ نفس الأجر والثواب بصلاتها في بيتها، ولكن تصلي الصلاة في وقتها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. الله أكبر. والمرأة لها نفس الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 3 حبايبي الصلاة في مسجد قباء. مسجد قباء في المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجه بسند صحيح: قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. أي صلاة في مسجد قباء سواء فريضة أو نافلة لها أجر عمرة كاملة بفضل الله. رقم 4 صلاة الفجر في جماعة، ثم الجلوس للذكر حتى طلوع الشمس، ثم صلاة ركعتي الضحى تكون كأجر حجة وعمرة نافلة بفضل الله. والدليل ما رواه الترمذي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة. طبعا هنا الكلام عن الرجل، المرأة تصلي الفجر في بيتها في وقته بفضل الله، لها نفس الأجر، أجر حجة وعمرة نافلة بفضل الله. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله أكبر. يبقى نصلي الفجر ونجلس لذكر الله وقراءة القرآن، ثم نصلي بعد الشروق بتلت ساعة نصلي ركعتين الضحى، يكتب لنا أجر حجة وعمرة تامة. رقم 5 حبايبي ذكر الله بعد كل صلاة مكتوبة، فقد ورد في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يعني الناس الأغنياء هم اللي خدوا الأجر الكبير. ليه؟ قالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، عندهم فلوس كتيرة يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تدركون من سبقكم ولا يسبقكم أحد إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون الله دبر كل صلاة 33 مرة. الله أكبر. رقم 6 ودي آخر حاجة بر الوالدين، فقد ورد عند أبي يعلى والطبراني في الأوسط بإسناد حسن أنه أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه، بحب أجاهد بس جسمي ضعيف. فقال: هل بقي من والديك أحد حي؟ قال: أمي ما زالت حية. قال: فقابل الله عز وجل في برها، يعني افضل برها لحد ما تلقى الله سبحانه وتعالى، فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. 6 أعمال هم
يعوضوا أي حد عجز عن الحج والعمرة، ياخد نفس أجر الحج والعمرة عند العجز عنهما بفضل الله سبحانه وتعالى. وبكده نكون انتهينا من حديثنا عن شرح العمرة. أسأل الله عز وجل أن يتابع لكم بين الحج والعمرة، وأن يجمعني وإياكم في الحج في أقرب وقت يا رب العالمين، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.